الهلال يفاوض أوسيمين. المصدر الموثوق أحمد العجلان أكد الخبر، والهلال للمرة التاسعة يرجع لأوسيمين، وصفقته بهالصيف بلا شك أنها أصعب. ليش؟ لأن غلط سراي موقع معه 4 مواسم وباقي له 3 مواسم معهم، فيعني فوق طلبات أوسيمين المالية الكبيرة أنت مضطر تكسر عقده، وأكيد إن شرط الجزائي بيكون عالي. وصراحة هالخبر استفزني. ليش؟ لأن مصادرنا المحلية ذكرت اليوم أن الهلال أخذ موافقة واتكنز وناديه، فخلاص هاته ترى قيمة كبيرة. ليش ترجع لأوسيمين؟ والمشكلة أن ما في أي مؤشرات تقول أننا بنتعاقد معه، يعني لا هو المتمشكل مع ناديه أو مدربه ولا أي شيء، فشيء غريب صراحة. أعطونا رأيكم ولا تنسون تتابعونا يا أخوان، والله يحييكم. والله اني استحيت يا اخوان، والله اني استحيت كيف اجيب لكم الخبر ذا، ولكن والله هذا اللي حاصل. يعني الكرامه تتوسل لنا، تكفون اسحبوا عليه واحنا صاملين. والله هذه اخبار الساعه يا جماعه. اقول لك ان الهلال يفاوض اوسيمين يا عيال، والله العظيم لو نفاوض جدار يمديه نهد. عموما انت بتجي ولا ما انت بجاي، والله العظيم بالنسبه لي انا شخصيا قسما بالله ما عاد تفرق معي. حتى ان شفت اعلانك في النادي بقول حيا الله يا رب الله ينفع به، لانك مسختها يخرب بيت عفنك. والله مسختها لاعب يا اخي نفسيه ما تعرف له. بالله وش رايكم؟ يستحق هذه التضحيه كلها ولا لا؟ الله يا هلال، ايش هذا؟ بحسب الصحفي الهلالي الموثوق احمد العجلان يقول اداره الهلال تدرس عمل مخالصه مع اللاعب كريم بنزيما، وبديل بنزيما راح يكون مين؟ رجعنا لقصه اوسيمين. الهلال رجع يفاوض اوسيمين وبعرض تاريخي. وفي نفس الوقت احمد العجلان يقول اقتربت اداره الهلال من حسم صفقه البرتغالي بيدرو نيتو اللي راح يكون بديل لمالكم. طيب بنزيما ملك للصندوق، فين حيروح؟ غيروا النصيري ورجعوا لنا بنزيما؟ هرجة دي. رايكم ان تمت؟ اعطونا رايكم في الكومنتات، لا تنسوا الاضافه واللايك. صلوا على النبي، السلام عليكم. انا الشيء الوحيد راح افرح اذا تم خروج كانسيلو، مو عشان اللاعب سيء، لا عشان اللاعب عقليته سيئه واللاعب ما يبغاك. لاعب فجاه يجيك بقميص برشلونه، فجاه يجيك بقميص مدري مين، فجاه يروح ينزل ستوريات عن برشلونه، فجاه يا حبيبي احترم انك في نادي الهلال، واحترم عقدك صارم مع الهلال، واحترم انت الحين قاعد تتدرب في نادي الهلال، احترم هذه كلها. واتمنى المخالصه مع بنزيما تنتهي. شكرا لك وشكرا على كل اللي قدمته، رغم انك ما قدمت شيء، بس شكرا. لازم تخرج سواء اوسيمين جاء او ما جاء. محتاجين مهاجم بدل بنزيما. ايش تراكم؟ لايك. سلام. الهلال يفاوض اوسيمين، المهاجم اللي اتمناه انه ما يجي الهلال لانه ينكبك اكثر من انه يفيد، لانه في الدوري التركي لعب 22 مباراه من اصل 34، يعني غاب 12 مباراه بسبب الاصابه غير الكروت الصفراء. والهلال يحتاج مهاجم مستقر في المستوى، لان اجنحه الهلال مثل سمرفيل جناح يحتاج مهاجم فتاك قدام المرمى عشان يقدم الاداء المتوقع منه. اعطوني رايكم انتم مع قدوم اوسيمين، والله ضد وصلوا على النبي. الهلال يفاوض اوسيمين ان شاء الله هذه المره يوافق، وكل ما قربنا معه وكل ما فوضناه يعني يتغلى علينا ويروح يوقع هنا وهنا، والآن رجعنا نفوضه مرة ممكن ثالثة، ونتمنى هذه المرة يوافق. هيا تفضل. الهلال في مفاوضات مع اوسيمين، ما شاء الله تبارك الله. احنا مو مفاوضات، احنا ما عندنا إدارة تفاوض ما في، مو لعيبة ما في، إدارة ما في. والله يا جماعة الخير أقول لكم شيء، الله يستر، بس الله يستر علينا يا رب، سترك ورضاك والجنة. مدمور الاتحاد يا جماعة الخير، والله ما ودي اتحلطم، والله العظيم ما ودي اتحلطم، لكن اللي جالسين نشوفه يشهد الله انه وضع الاتحاد منتهي. كيف تبون نحضر؟ كيف تبون الجماهير تحضر؟ ما في لا تحركات ولا صفقات بس على الوجه، تصفقونا جالسين. دكتنا والله تطالع فيها تفكاي تضحك، تقول دول ما يحققوا، مو يلو دوري حواري ما راح يحققوا. كملوا تدمير في الاتحاد، كفو كملوا قد ما تقدروا، استمروا. الله يقطع ابليس. الهلال رسميا رجع يفاوض اوسيمين من جديد، ورجع مسلسل اوسيمين، والان بيسوي مخالصه ماليه مع بنزيما ويخرج بنزيما بالذات بعد اخر مشاكل سواها امس في المباراه. يا هلاليه اللاعب ما يبغاكم ترجعوا تفاوضون من جديد، خلاص اللعيبه اللي انتم ما تبغون زي داروين نونيز مالكم، اي احد حتى بنزيما رجعوا لنا، خلاص نبغى اي احد، ما عندنا صفقات، احنا ما عندنا، ادونا هذول اللي عندكم زياده، تصدقوا علينا فيهم، جيبوا اي احد، ما شاء الله عندكم فلوس جيبوا مهاجم ثاني، ليش تبغوا هذا اللاعب؟ بس ما حيجي يا اخوان، اللاعب ذا راسه عبيط. المهاجم النيجيري أوسمين إلى نادي الهلال. طبعا بحسب الأخبار مؤخرا من ضمنها طبعا تطبيق 365 اللي يتحدث إن في
تواصل ثاني صار ما بين إدارة الهلال ونادي جالاتا سراي للتعاقد مع أوسمن، وأن النادي منفتح لبيع اللاعب. طبعا هم ذكروا رقم أن ما عنده مشكلة يبيعه ب 65 أو 70 مليون يورو إذا كان في اتفاق ما بين اللاعب والهلال، أو أنه اللاعب ما عنده مشكلة بالانتقال إلى الدوري السعودي وفي اتفاق على الراتب ومن هالأمور. طبعا حسب ما قرأت أيضا أن العقبة اللي كانت تخلي الهلال أو أوسمن متردد شوي في موضوع قدومه هو موضوع تواجد كريم بنزيما. فاليوم بعد الأخبار الأخيرة أن الهلال يسعى لأنه يعني خلاص ينهي موضوع كريم بنزيما، يشوف المخالصة المالية كيف ينهي موضوع بنزيما ورحيله عن نادي الهلال، وبالمقابل حيكون في إمكانية للتعاقد مع أوسمن ووصوله إلى نادي الهلال. فأكيد تسألني عن نفسي، أكيد أتمنى أن يكون في مخالصة ورحيل بنزيما عن الهلال ووصول مهاجم بقيمة فيكتور أوسمن. وعلى فكرة تسمع أخبار في أكثر من نادي مرتبط اسمه بفيكتور أوسمن، لكن أكيد أتمنى وصول نادي الهلال. فنستنى ونشوف آخر التحديثات لليوم إلى بكرة، لكن صار مو عارف ليه عندي إحساس أنه اقترب أوسمن أكثر من نادي الهلال. اخبار اليوم جنونيه. اوسمن قاعد يفاوض الهلال، وبدرو نيتو بديل مالكم رايح الدرعيه. ايوه نعم، هذا اللي قاعد يحدث الان والمتداول. قاعد اتخيل انا بدرو نيتو، اوسمن، سمرفيل. نيتو انا مش مقتنع فيه تماما. اوسمن فتاك بس مزاجي. سمرفيل الى الان ما شفناه كويس، لكن افضل بكثير من مالكم بنزيما سالم 200%. هل هالكلام صحيح؟ احنا ما ندري، لان الخيارات اللي طلعت كثيره. اندياي، نيتو، اوسمن، واتكنز، وواي الى اخره. بنزيما بيبقى، بنزيما ما راح يبقى. الايام الجايه جنون، بيصير فيها جنون، والسوق ما زال يعني لا تحسبوني بنتي بعد بكره، مطول شوي. لكن اللهم لك الحمد، في بوادر ايجابيه، في بوادر طيبه، الله يتمم على خير يا رب. اوسمن يا رب نضبط عقله بس، رغم ان هذه المره رقم 59,000 اللي قاعدين نفاوض فيها، بس الله يديها على خير. عموما لا تنسون فولو، دخلونا رقم جديد وعلمونا ايش رايكم بالكومنتات. مستحيل والله مستحيل اللي قاعد يصير. أول مرة أشوف الهلال كذا في حياتي. الهلال فاوض أوسمين، المرة الأولى رفض، المرة الثانية رفض، الثالثة رفض، الآن الهلال يفاوض أوسمين للتعاقد معه. وين اللي كان يقول قطار الهلال ما يجيك إلا مرة واحدة؟ إذا فاوضك الهلال ورفضت مستحيل يقدم لك عرض مرة ثانية. تفضلوا والله يتفضلوا. الرجال لو يبيك جاك من اول ما قدمت المفاوضات من بداية الموسم اللي راح. اول مرة اشوف حتى جمهور الهلال مستغربة من جمهور الهلال، وش فيهم صاروا كذا؟ صاروا يقولين نبيه عادي ما عندنا مشكلة. هذا رفضكم الى الان تبونه يجي، والان مضطر انه يجي. ليش؟ لان فريقه اللي فيه الحين هو ما عنده فلوس، والرجال يبي فلوس، والهلال عنده فلوس، ما شاء الله تبارك الله. شوية كرامة بس، شوية كرامة. ايش وليه ولماذا؟ لماذا المتعارف عليه ان الانسان البشر اذا اخطوا يتعلمون من اخطائهم، صح ولا لا؟ الا ادارة نادي الهلال كل صيفية الا غصب لازم نرجع نكرر نفس الغلط بالضبط، ما في تغير ابدا. الصيفية اللي فاتت جبت نونز ما يقارب 60 الى 70 مليون يورو حلوين وابتلشنا فيه، ولكن الان بدينا نصرفه مع انه نشب لنا شوي. خلاص المفروض الانسان الان المفروض انه يتوب، صح ولا لا؟ ما نكرر غلطة نونز او اي لاعب اخر جانا وصار عله علينا. الان نادي الهلال راح يعيد نفس الكرة، والمشكلة نادي الهلال يريد التوقيع مع نيتو ب 60 مليون يورو وهو الخيار الاقرب، لكن تخيل نيتو تدفع عليه 60 مليون يورو. يا اخي خاف الله، خاف الله يا رجل. لاعب سيء، لاعب سيء ما يستاهل حتى 20 مليون يورو، لاعب سيء. يعني اترك السعر على جنب، نرجع الان على اللاعب نفسه. ايش المصيبه؟ انك عشمت جمهورك. اختيارات كانت بين دياي ودياز، فجاه هبوط الاختيار الى نيتو. حتى ما في خيارات متوسطه، لا هبوط نيتو. عزيز الهلال ياخذ هذه المعلومه عشان لا سمح الله وقعنا معه تكون جاهز ومتقبل هذا الشيء. نيتو لعب 50 مباراه سجل فيها 10 اهداف، ترى نتكلم عن اهداف فقط مو مساهمات كامله. 10 اهداف هذه اغلب احتفالاته فيها بالطريقه هذه، واللي هو رد على جمهور تشيلسي. هذا دليل على ايش؟ انه لاعب سيء. صاحبنا مالكم البارح لما سجل هدف صار يشير على اسمه، يعني رد على الجمهور. لاعب يسوي كذا قدام جمهور ناديه اعرف انه سيء باختصار، وان الجمهور كان يهاجمه لانه سيء. يا عالم فكونا من نيتو. سبق لي نزلت مقطعين قلت انا ما عندي مشكله اصبر على مالكم الموسم هذا عادي، بس نيتو لا يجينا. شوفوا هذا العرض التاريخي من متجر توب 1.
اشتراك واحد في جميع مباريات ودوريات العالم وجميع قنوات الرياضية لمدة سنة بالإضافة إلى 3 شهور مجانا ب 79 ريال. هذا بحد ذاته خصم تاريخي. فلك أن تتخيل إنك إذا استخدمت كود صقر SQR بالإنجليزي راح يخصم لك زيادة وراح يطلع لك بقيمة 71 ريال. حقوا العرض ترى الكمية محدودة جدا فعلا. مساكم الله بالخير. على حسب الأخبار المتداولة أن فيكتور أوسيمين عرض نفسه على الهلال، ولا راح ننسى الأيام اللي كنا نفاوض أيام كأس العالم، كنا بحاجة لمهاجم سوق انتقالات ومعروض له مبلغ خيالي ما كان يحلم فيه، وهو مسوي انه يتغلى على الهلال وانا العاشق الولهان لجلطة سراي. حاليا فيه مشاكل بينه وبين النادي التركي، وتقريبا له فترة ما استلم رواتبه، فندم على كل لحظة رفض فيها عروض الهلال وجالس يعرض نفسه للهلال. وانا اشوف إدارة الهلال لو ما عندنا مهاجم بس ما يوافقون على انتقال فيكتور أوسيمين إلى الهلال على الأيام اللي سواها فينا في كأس العالم، وحاليا اللاعب من السهولة يستفز. يعني أنت كخصم عارف أن مهاجم الفريق هذا اللي هو معتمد عليه كهداف تقدر تستفزه ويطلع بالأحمر بسهولة. عاد تعرفون الجار خبرة استفزاز، يوصلهم كتيب أوسيمين ما يصدقون على الله. تعال يا حبيبي تعال، يستفزونه بأي شكل من الأشكال وطلع بالأحمر. وبعدين اللاعب هذا مزاجيته على كأس العالم، مزاجيته مع جلطة سراي والمشاكل اللي هو خش فيها في الدوري التركي ما يصلح للهلال نهائيا. فأتمنى إدارة الهلال تصرف النظر عنه. ندم على العروض اللي جات له، تستاهل. انت اصلا مزاجك ما ادري مثل وجهك. يا عالم بنزيما بينكرش، يا ساتر. بنزيما راح يخرج من الهلال اول ما يتعاقد الهلال مع أوسيمين. بنزيما مع السلامة برا. يا ساتر، كارثة والله كارثة يا بنزيما اللي بيصير فيك، كارثة. أوسيمين لو جاء للهلال بنزيما مع السلامة. بام 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 بام. أوسيمين عرض نفسه على الهلال والسبب بسيط، في آخر 6 شهور بستلم راتبه. يسكت؟ طبعا لا، راح للبنك أخذ رواتبه من البنك والضامن جلطة سراي، وهذا الشيء زعل نادي جلطة سراي وقالوا له دور لك نادي يجيب لنا على الأقل اللي دفعناه فيك 75 مليون يورو. بس الأخبار تقول إنه لو في 65 مليون يورو كاش على الطاولة جلطة سراي باع اليوم. واللاعب ندم. توقعاتكم الهلال صرف نظر عن صفقة نيدياي بسبب دخول أوسيمين وطلبوا القدوم للهلال؟ أعطوني رأيكم في التعليقات. يا شباب أحد يوقفهم عند حدهم. لا هزلت، مسختوها، زودتوها. والله لو إن فلوس دولة كاملة وش هاللعيبة ذولا؟ ايش اللي خروج بنزيما قدوم أوسيمين؟ لا الدنيا على كيفه. لا حتى بنزيما طلع جيب هذا، جيب أوسيمين يعني فوق الاجانب اللي عندهم، يعني صار شرطون. طلع هذا وجيب هذا، شوت هذا تجيب اللي بعده، غير هذا، رجع كانسلو، جيب مع برشلونة هو خله يدور. بس ايش ناقصنا؟ ظهير، جيب ظهير. بنزيما يعني جيب بدأ. خلاص احد يوقفهم من حدهم يا جماعة. الهلال يستعلم عن فيكتور أوسيمين. لك الله يا نصر، لك الله يا نصر. نبغى محور ثاني، نبغى ظهير، ونبغى مهاجم مواليد، ونبغى غير معقول اللي قاعد يحصل، غير معقول. بوم 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 يا اخوان، ولعت والله. بحسب احمد العجلان مصدر موثوق من نادي الهلال يقول ان اداره نادي الهلال تبغى توقع مخالصه ماليه مع بنزيما. يعني في احتمال بنزيما ما يكمل عقده مع نادي الهلال ويفسخون عقده. ويقول لك بعد بحسب احمد العجلان المصدر الموثوق من نادي الهلال يقول ان نادي الهلال قاعد يفاوض أوسيمين حاليا. دقيقه يا اخوان، نادي الهلال قاعد يفكر حاليا يطلع بنزيما، ونادي الهلال في مفاوضات جادة مع أوسيمين. هذا مو كلامي، هذا كلام أحمد العجلان المصدر الموثوق من نادي الهلال. هل نقول بنزيما وداعا؟ هل نقول أوسيمين هلالي؟
التعليقات لكم يا اخوان، واللي ما ضافني دق الاضافه، نبغى نخش 100,000 باذن الله تعالى، الامور تحدث يا اخوان.